نتقاسموا معاه ربما هذا الالم مع علي بن الشيخ. نتمنى له ان شاء الله يلقى النداء تاعو يلقى اثر. انا سكي ما في مال سكي ما في فريمون مال لورسك كي تكلم وقال هذه خلاص ما شغل راحت. لا أكليوش الذي خرج بتصريح لبرنامج تيليفوت على قناة TF1 أخذنا منه هذا التصريح المقتضب حول خياره الدولي، وبعد سنستمع له الآن وبعدها نعود للحديث بالتفصيل مع محللينا عن ما يود قوله أكليوش في تصريحه لبرنامج تيليفوت. Avec Monaco et après pour la suite on verra. أودي سأبدأ معك. أكليوش يقول أنا مركز على موناكو وبعدها سنرى ما سيحدث. هل هو تصريح بين الخطوط؟ أنا أنتظر استدعاء المنتخب الفرنسي، وإن لم يأتي فسأذهب سأرى كيف سأتصرف. أنا لا أرى من هذا الجانب، حتى وإن كان يعتبر لاعب شاب الآن وهو يلعب في نادي فرنسي، من المستحيل أنه يكون تفكيره على المنتخب الفرنسي أو الجزائري. هو من في اليوتيوب نهار هما يردوا عليهم في الفيديو 70,000 فيديو. أصحاب اليوتيوب هذو غير واحد ثلاثة، هنا عندنا 50 واحد ولا 60 واحد قنوات، هالبلاد هالشروق هالهدافة كاع الحياة هالروينة يجاوبوا. احنا يجاوبوا على 3 ديال الناس باش تعرفوا الهبال فين وصل. الناس مريضة، الناس مريضة. خويا المغرب هذه السياده ديالو بلاد، واش دخلك عنده؟ ما تعرفوش تتهضروا، ما تعرفوش تتقابلوا. لو كان غدوه لا قدر الله صرات شي حاجه وغادي يجاوبوكم ان شاء الله لا كافو تجاوبكم المغرب، والله غير تهبلوا. هما المنتخب المغربي كل مره ما شاء الله عليهم ولادهم في الخارج كل مره جديد. شمس الدين طالبي حتى هو قال لهم راني جاي. دابا قاعدين نتوما راكم غير تجريو حنا نجريو مور جوج ولا في اليوم ما قدرنا نجيبوهم. في موناكو لعب في موناكو ما قدرنا نجيبوه. علاش؟ لانه ما لا حول ولا قوه الا بالله. ما عندناش حاجه باش نمشيو بها. يا التاهل لكاس العالم رانا نقولوا يا ربي الا ما تاهلناش راه تكون فضيحه.